بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص فاضل على الحلو دقة. هنعمل كده تقييم سريع للاعيبة الأهلي في مباراة يانج أفريكانز، قصة عودة الفخوري وكل بقى الكلام واللغط اللي حواليها اليومين دول، صدمة ديانج ورحيل شبه مؤكد لجراديشار، هادي رياض أهلاوي، مماطلة عبد القادر، تدليل البنك الأهلي على أسامة فيصل، الحكم في استئناف رمضان صبحي، والرد على التدليس الابيض. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وندخل في تفاصيل اخبارنا النهارده. فاضل على الحلو دقه، النادي الاهلي حصل على 3 نقط من مباراه يانج افريكانز، وخلاص يعني انت فاضل مباراه واحده تكسب مباراه ب3 نقط، ضمنت الصعود لدور ال 16، ويبقى انت بقى تلعب على مركز اول او تاني في المجموعه. بس انت وصلت ل10 نقط، انت كده خلاص حطيت رجلك في دور ال8 في دوري ابطال افريقيا. يستر امبارح، يعني اللي شاف الماتش امبارح كله هتلاقي يستر واقف على الخط مش مبسوط. هل ده لان لسه اللعيبه ما استعدتش مستواها، هو الراجل واقف بيفكر هيعمل ايه في الماتشات الجايه؟ هل بسبب موضوع الصفقات وان الموضوع كله بيترمي عليه هو؟ وهل عشان خاطر قصه حامد حمدان الموضوع اترمى عليه هو، وان كل صفقه بتفشل بيتقال ان يستر اللي رفضها؟ الراجل طالب لعيبه وطالب مراكز وبيوافق على اللعيبه وبيدرس وبيشوف وبيفحص، وفي الاخر بيتقال ان هو اللي بيرفض. هل وقفه ياسر امبارح دي بسبب مستوى اللعيبه وان اللعيبه لسه ما جابتش مستواها وبيفكر في الماتشات اللي جايه وبيشوف نادي يانج افريكانز هيلعبوا ازاي في مباراه العوده هناك، ولا بسبب موضوع الصفقات وان الاداره خذلته في موضوع الصفقات ومصير يستر بيبقى زي مصير كولر ومصير موسيماني من قبله؟ في الكومنتات انت شايف وقفه يستر امبارح دي على الخط معناها ايه؟ نخش كده في تقييم سريع للعيبه. مصطفى شوبير امبارح شال كورتين خطيرين جدا وحافظ على شباكه نظيفه بتألق جديد في مباريات دوري ابطال افريقيا. فهنقول شوبير 8 من 10 لان شوبير ما لحقتوش كور كتير برضه. ياسين وياسر كان عندهم اخطاء امبارح في التمركز، وشفنا فيه هجمتين او 3 هجوم خطيرين على النادي الاهلي، فيعني كان في هزه في دفاع النادي الاهلي امبارح. هل بسبب ان ياسر برضه راجع مجهد وياسين كان برضه ده اول ماتش رسمي يلعبه من فتره؟ فيعني هنقول الاثنين ياخدوا 4 من 10. كوكا 3 من 10 لان في هجمات جت من ناحيه كوكا كتير امبارح، وكوكا ما طلعش، ما عملش اوفرات امبارح، ما عملش اي حاجه في الناحيه الهجوميه. محمد هاني كان يعني مستواه متوسط طبعا، في اجهاد برضه، الراجل لعب كل ماتشات البطوله تقريبا ما عدا الماتش اللي اتطرد فيه في ماتش انجولا. فيعني هاني هنقول بسبب ان هو كان بيساهم في الناحيه الهجوميه وكان ليه تسديدات على المرمى، هنقول هاني 6 من 10. ديانج، احنا قلنا ديانج امبارح كان تايه في نص الملعب لان ديانج فريق يانج افريكانز ما كانش قوي في نص الملعب، فديانج ما كانش مؤثر بالشكل المطلوب امبارح في المباراه، فهنقول ديانج ياخد 4 من 10. مروان ما شاء الله كان كاسحه الغام، بس مروان باين عليه برضو الاجهاد، حتى الشوطين اللي شاطهم امبارح يعني كانوا اي كلام، فهنقول برضو مروان ياخد 6 من 10. امام عاشور عمل كل حاجه امبارح في الكوره الا التهديف، ويمكن احنا قلنا في تحليل الماتش ان كان امام عاشور كان بيرقص كويس، كان بيهاجم بشكل كويس، بس كان ينقصه اللمسه الاخيره، فامام ياخد 8 من 10. زيزو مش هو زيزو. زيزو ما اعرفش هل نفسيته متاثره بان هو اخر كام ماتش في كاس الامم كان حسام حسن ما كانش بيعتمد عليه. واضح ان زيزو الموضوع نفسي بالنسبه له. زيزو امبارح ما كانش مركز خالص، ما كانش مؤثر بشكل كبير، مش هو زيزو اللي احنا نعرفه. امبارح 1 على 1 مفيش، امبارح الاوفرات برضه تطلع بشكل مش كويس، فزيزو مش هو زيزو المجهود الجبار اللي بيعمله زيزو قبل كده، لا مش هو زيزو، فزيزو نقول ياخد 5 من 10. تريزيجيه كان نجم الماتش امبارح طبعا وصاحب الهدفين وكان مؤثر وتمريرات وبساط وبتاع وكان بيعمل شغل مع امام عاشور، فهنقول تريزيجيه ياخد 9 من 10، هو هيزيد على امام بس عشان هو اللي احرز الهدفين. مروان عثمان اوتاكا احنا ما نقدرش نقيمه دلوقتي لان الولد لسه اول ماتش ليه، بس واضح ان الولد عنده حاجه، يعني واضح ان الولد فيه ما شاء الله يعني مجهود بدني مقبول جدا، الواد بيعافر على كل كوره، برضه لسه برضه الثقه والخبره، انت رايح من نادي سيراميكا مع احترامنا للنادي الاهلي وجمهور وشعبيه وبتلعب في افريقيا، فالولد لسه واضح ان عنده رهبه، لسه الخبره هتيجي، فانا بتنبأ بمستقبل كويس قوي.
فان شاء الله مروان عثمان لو الاهلي نجح في ان هو يخلص عقده في اخر الموسم، ان شاء الله مروان عثمان اوتاكا هيبقى من اللعيبه المؤثره جدا واللي ليهم مستقبل داخل النادي الاهلي. جراديشار نزل في نص الشوط الثاني، فجراديشار جات له فرصه يعني ما تضيعش. جراديشار احنا عرفنا خلاص ان وش رجلك حلو عالمي، وهو حطها بشكل كويس جدا بس ما كانش فيها توفيق. بس جراديشار لعب على المضمون، وجراديشار كده كده يعني بنسبه كبيره ماشي، فانا هاجي لك في جراديشار كمان شويه. طبعا احمد عيد والشحات وطاهر نزلوا خلاص، كان الماتش خلاص في نهايته، فما لحقوش يعملوا اي حاجه، ما شفنا لهمش اي حاجه امبارح في المباراه، فهيبقوا برضو خارج التقييم. نروح لقصه عودة الفخوري. عودة الفخوري احنا قلنا ان النادي الاهلي قدم عرض اولي ب 150,000 دولار، وبعد كده رفعهم ل 200,000 دولار، وتدخل بيراميدز خلى النادي الاهلي يقدم عرض اخير ب 300,000 دولار. ابراهيم فايق طبعا الاعلامي الكبير طبعا كان طلع قال ان عودة الفخوري ب 99% يقترب من النادي الاهلي. بعدها لما بدا بيراميدز يخش بقوه وبدا يبقى فيه حاجات للوكيل وحاجات للنادي من بره العقد والكلام ده، فطلع هو ابراهيم فايق طلع قال لك بيراميدز خلاص عودة الفخوري بيراميدزاوي 100%، مفيش اي كلام. وطلعت اخبار من الصحف الاردنيه ان نادي الحسين اربد قدم اعتذار للنادي الاهلي وخرجه من الصفقه، وانه قدامه عرض كرواتي وعرض تركي وعرض بيراميدز، عشان يطلع ابراهيم بسيسو وكيل اللاعب بتصريحات غايه في الخطوره وغايه في الاهميه. الراجل قال لك انا الوكيل الوحيد لعوده ومفيش اي حاجه اتحسمت لحد دلوقتي. عودة الفخوري مش هيبص لفلوس ومش هيبص لاي حاجه، عودة الفخوري هيبص للنادي اللي هو يقدر يفيده فنيا. عودة الفخوري على فكره من اغنى اغنياء الاردن، يعني الراجل مش هيبص لفلوس خالص، فقصه الفلوس شيلها من دماغك. احنا قلنا ان بيراميدز عرض على راتب اكبر والكلام ده، الولد مش هيبص للكلام ده. كان اتقال قبل كده برضو ان عودة الفخوري بيشترط المشاركه اساسيا، الراجل برضو الوكيل بتاعه قال لك لا احنا ما بنشترطش المشاركه اساسيا، لكن احنا عايزين نسبه مشاركه تضمن تواجد اللاعب في كاس العالم ان شاء الله مع منتخب الاردن. كلام كتير جدا قاله الوكيل بتاعه معناه ان الاهلي لسه في الصفقه وما خرجش من الصفقه، الاهلي موجود. بس هو في نقطه، نادي الحسين اربد انت ما احترمتش النادي الاهلي، النادي الاهلي احترمك، كان يقدر يفعل الشرط الجزائي ويخلص عوده من اول يوم، من شهر 12 من ساعه ما الاهلي بدا يتابع الولد. بس النادي الاهلي ما رضيش يفعل الشرط الجزائي وقال لك عشان خاطر العلاقات والاخوه والكلام ده كله. فانت النهارده بتلاعب النادي الاهلي، فاتمنى ان النادي الاهلي يخلص بالشرط الجزائي، حول له ال 100,000 دولار على حسابه وعودة الفخوري يبقى عندك من الصبح. طالما هم ما احترموش النادي الاهلي الكيان الكبير اللي الناس بتتمنى تتعامل معاه، هو ما احترمكش، فانت خلاص ما تحترموش، فعل الشرط الجزائي ال 100,000 دولار وخساره فيهم ال 200,000 دولار الزياده اللي هياخدوهم، وهات اللاعب عندك من الصبح. اتمنى نخلص بقى من قصه عودة الفخوري. عودة الفخوري انا قلت لك هو مش مهم فنيا للنادي الاهلي، بس ان بيراميدز دخل في الصفقه، وبيراميدز انت لو انسحبت او قلت مش هزايد على اللاعب ودخل بيراميدز خده، حتى لو انت قلت مش عايز اللاعب هيبقى بيراميدز برضه علم عليك. فاتمنى خلص عودة الفخوري عشان خاطر حفظ ماء الوجه، لان انت كده هيبقى القلم الثاني بعد حامد حمدان. قول لي في الكومنتات، هل عودة الفخوري ضروره ملحه للنادي الاهلي عشان خاطر دخول بيراميدز في الصفقه، ولا مش مشكله وما يفرقش معانا وطالما مش محتاجينه مش مشكله؟ مستني راي حضرتك في الكومنتات. صدمه ديانج بقى. ديانج كنا كلنا عارفين ان متقدم عرض النادي الاهلي من فالنسيا الاسباني، او هو كان بيقول ان في عرض متقدم من فالنسيا الاسباني. الصحف الاسبانيه طلعت خبر ان خلاص فالنسيا الاسباني تعاقد مع اللاعب الارجنتيني جويدو رودريجو القادم من ويست هام الانجليزي. فهل النادي الاهلي يقدر يقنع ديانج ويسكت ابراهيم كمارا الوكيل بتاعه يخرسه بقى اللي مأثر على اللاعب ومأثر على مستواه بقاله سنتين؟ نخرس ابراهيم كمارا ونخش بقى بقوه نخلص مع ديانج ونقدم له عرض كويس. ديانج لا غنى عنه في النادي الاهلي، وانا قلت لك في ماتا مجسه لعيب كويس جدا في زد، 22 سنه وما شاء الله عليه هايل، ديستروير للهجمات ملوش حل، ولكن انت مش هتخلص ماتا مجسه الا لما تشوف حل مع ديانج. ديانج ماشي خلص ماتا مجسه، هتقدر تجدد لديانج خلاص اقفل الموضوع ماتا مجسه. فاتمنى نخلص
الصفقات خلاص، احنا بنتكلم خلاص فاضل اسبوع تقريبا او اقل من اسبوع على انتهاء القيد الافريقي، وانت محتاج لاعب دستروير كويس في نص الملعب عشان يكمل معاك دوري ابطال افريقيا. جراديشار نادي جيور المجري حدد يوم الاثنين عشان خاطر موعد الكشف الطبي لجراديشار عشان ينتقل رسميا لنادي جيور المجري 6 شهور على سبيل الاعاره مع وضع بند تفعيل الشراء النهائي. جراديشار موجود في قائمه طلائع الجيش يوم الثلاث. لو خلصت مهاجم النهارده بكره جراديشار يمشي. ما خلصتش مهاجم جراديشار قاعد معاك لاخر السنه وهتقفل موضوع جيور المجري برضه. هادي رياض، انا قلت لك هادي رياض اهلاوي، وقلت لك ان هادي رياض موقع مع النادي الاهلي 3 سنين ونص، وهادي رياض بصفه شبه مؤكده هادي رياض في النادي الاهلي. هو مشكله هادي رياض ايه؟ هادي رياض اولا لعيب من اللعيبه المخلصه جدا، لعيب عنده ولاء وانتماء، لعيب اهلاوي صرف، اللعيب متمسك باللعب النادي الاهلي، ورفض قبل كده الزمالك ورافض دلوقتي دخول بيراميدز في الصفقه. فهادي رياض ان شاء الله اهلاوي، ولكن النادي الاهلي يتبقى عليه قسط من صفقه احمد رضا حوالي 10 مليون تقريبا. فنادي بتروجيت بيقول لك يعني انا هديك هادي رياض واقسط لك وانت اثر عليك من احمد رضا، لان نخلص بقى هادي رياض لان احنا محتاجين مدافع. انت مشيت اشرف داري ومشيت مصطفى العش، ما عندكش غير ياسين وياسر واحمد رمضان بيكهام اللي ما حدش مقتنع بمستواه في النادي الاهلي على فكره، وجبت عمرو الجزار. عبد القادر صداع في دماغ النادي الاهلي. عبد القادر من اللعيبه اللي ما جددتش، واللي كان المدير الرياضي موجود حوالي سنه ونص، وفي 5 أو 6 لعيبه محتاجين يجددوا، ما جددش لولا لاعب فيهم او ما نجحش يجدد لولا لاعب فيهم. عبد القادر عامل صداع على النادي الاهلي. عبد القادر بعد ما كان طالب 30 وكان الاهلي عارض 17 وكانوا عايزين يوصلوهم ل 20 بس يمضي، دلوقتي عبد القادر طالب 40 مليون جنيه عشان يقعد في النادي الاهلي. بص يا صديقي، عبد القادر شكله كده مخلص مع بيراميدز. خلاص الزمالك، خلاص احنا كنا بنقول مخلص مع الزمالك، انسى الزمالك، الزمالك ما فيش فلوس اصلا يدي اللعيبه اللي عنده. فعبد القادر مش هيفكر في الزمالك خلاص، وقفل باب الزمالك. بيراميدز عايز عبد القادر مش عشان عبد القادر احسن لعيب في الدنيا. بيراميدز مش حاطط الاهلي في دماغه عشان خاطر ان الاهلي قوي، لا هو انا بنكش النادي الاهلي، عايز اطلع اداره الاهلي ضعيفه قدام الجمهور. هو مش عايز يضعف الاهلي كاهلي، لا هو عايز يضعف كابتن محمود الخطيب، واحنا عارفين توجهات الشخص اللي هناك اللي اتطرد من النادي الاهلي، فهو عايز يطلع اداره الاهلي وحشه. فهو الفكره مش فكره فنيه، مش فكره مين احسن من مين ومين اللي هيفيدني اكتر في الفرقه، الفكره فكره هخطف منك لعيبه واحرجك، دي القصه كلها. فالفكره دلوقتي قايمه على ان اي صفقه هيخش فيها النادي الاهلي هيخش ابوظها له، هاخد اللعيبه اللي عندك. وعبد القادر لم يقنع اي مدير فني في المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي من بعد موسيماني وماتش الهلال السعودي. بعد كده تراجع مستوى عبد القادر، ومن ساعتها ما فيش حد اعتمد على عبد القادر بشكل كبير او بشكل اساسي. بس انا رايي ان احنا نبيع عبد القادر في الانتقالات دي لسيراميكا بقى، للاتحاد، للمصري، لاي حد يروح بقى من عندهم، من هناك بقى يروح بيراميدز يروح. بس انا اراهنك ان عبد القادر لو اتباع ان بيراميدز هيفكر فيه اصلا. بيراميدز لو عبد القادر خرج من النادي الاهلي مش هيفكر فيه. هي فكره ان انا بس عايز اخد حد من النادي الاهلي من جوه النادي الاهلي بالسلامه، لا تعرض عليه 20 ولا 22 ولا يستاهل حتى 10. ده رايي. عبد القادر فنيا ما يستحقش 10 مليون حتى. والكلام اللي قلته لك من شويه بتاع بيراميدز بيناكف في الاهلي ليه، ده هاكده لك دلوقتي. البنك الاهلي بيدلل على اسامه فيصل. بنك الاهلي بعد ما كان طالب 100 مليون وكان ضارب في السماء، رجع تاني قال لك 2 مليون دولار، يعني بيتكلم في 94 95 مليون جنيه، يا اما 90 مليون ولاعب، يا اما 60 مليون وثلاث لعيبه. ولو قرصت عليه او طنشته شويه هينزل كتير كتير كتير. طيب اللي حصل في قصه اسامه فيصل ايه؟ اسامه فيصل الاهلي كان مهتم بيه، راح داخل بيراميدز. فنادي البنك الاهلي قال لك ايه؟ 100 مليون جنيه اللي عايز ياخده. وكان عمرو الجزار برضه بيراميدز كان بيستفسر عنه لما الاهلي برضه كان بيتكلم في عمرو الجزار الاول، وبرضه البنك الاهلي قال لك 100 مليون جنيه. لما الاهلي شال ايده بيراميدز رفض.
يعني بيراميدز اللي كان هيموت على اسامه فيصل لما كان الاهلي عايزه، دلوقتي بيراميدز اول ما الاهلي خلع هو كمان. فدلوقتي البنك الاهلي باعت للنادي الاهلي بيقول له تعالى خد اسامه فيصل بكذا، عشان عارف خلاص فاضل اسبوع على قفل باب القيد، فهو بيزنق النادي الاهلي، او يعني تعالى خده في اللحظات الاخيره عشان تحسن صورتك قدام الجمهور، هتجيب اي حد فانا برمي لك اسامه فيصل. لو طنشت يومين ممكن يقول لك تعالى خده ب 60. يا رب نخلص مهاجم اجنبي في اليومين الجايين دول. نروح لقصه رمضان صبحي. رمضان صبحي خد سنه مع الشغل، ان كان في استئناف في جلسه الاستئناف، الكابتن محمود الخطيب مشكورا بعت الشؤون القانونيه عنده برئاسه المستشار محمد عثمان، وهم اللي كانوا موجودين في الجلسه امبارح. الحمد لله الاستئناف اتقبل، وكان في حكم النهارده بايقاف التنفيذ للحبس، ولكن في خلال 3 سنين لو تقدم رمضان صبحي ضده اي حاجه خاصه بالتزوير او شبه التزوير، الحكم القديم هيتحط على الجديد. فالف مبروك لرمضان صبحي. وبالمناسبه شريف اكرامي وكابتن اكرامي قدموا الشكر للنادي الاهلي وخصوا بالشكر كابتن محمود الخطيب، واحنا عارفين ان الكابتن محمود الخطيب كان مكلف ناس تتابع القضيه من الاول وتشوف ان الامور هتمشي ازاي، وايه اللي ينفع يتعمل عشان خاطر نخرج رمضان صبحي من ازمته. تدليس جديد الاعلام الابيض مش مبطل. الاعلام الابيض سايب مشاكله كلها والايقاف العاشر وسايب الدنيا كلها، بيتكلموا في موضوع الاهلي والسيراميكا، وده ردنا عليه في فيديو مختصر كده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، هتلاقي الفيديو ده موجود، ردنا فيه على تدليس الاعلام الابيض في موضوع الاهلي والسيراميكا. في تدليس جديد ان النادي الاهلي ابرم حوالي 9 اعارات، وده مخالف للوائح الاتحاد الدولي والاتحاد المصري لكرة القدم. طيب انت راجل، يعني معلش مش هقول جاهل، بس انت راجل مش مطلع على اللوائح، يبقى تسكت وتقعد على جنب. الاتحاد المصري محدد 6 اعارات للعيبه اللي فوق السن وداخل مصر. ايه كمان؟ 6 اعارات خارجيه، يعني القانون او اللائحه بتدي لك 6 اعارات تعيرهم بره مصر. انت لسه عندك جراديشار خارج، وعندك اشرف داري خارج، وعندك ليله كبيره قوي. ازيدك بقى مش شعر بيت، انت ليك 6 اعراض تحت السن كمان. يعني احمد عبد الله لو هتعيره ما تحسبوش، محمد عبد الله ما تحسبوش. فانت ادرس الكلام اللي بتقوله الاول، وبعد كده اطلعوا هرتلوا زي ما انتوا عايزين، بس لما تهرتلوا حتى هرتلوا بمنطق، هرتلوا وانتوا فاهمين. هو في حد بيهرتل وهو فاهم اللي انا بقوله ده؟ اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، اعمل لايك وشير للحلقه عشان توصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعب بوخارست. اشكركم، السلام عليكم.